هاي everyone، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي من بعد الولادة. بهذا الفيديو رح احط لكم لقطات صورناها بالمستشفى يوم الولادة، وكمان رح كون انا عم خبركم عن تجربتي الشخصية مقارنة بالبيرث بلان تبعولتي. البيرث بلان هي مجرد توقعات للولادة، في كتير ناس بتكتبها من قبل لحتى تسلمها للنيرس او للدكتور يلي بدها تولدها، لحتى اذا هي ما كانت بوعيها او ما كانت حاسه حالها قادره تحكي او تعبر او تطلب شو بدها تطلب، بتكون الدكتور اوريدي عارفه هي الام شو بدها او شو بتفضل يصير بالمراحل المختلفه للولاده. طبعا اكيد ما تنسوا الدرينك تبعولكم لحتى نتحدث على رواق وخبركم عن كل التفاصيل. منروح مع بعض لأول ساعة بيوم 21 شهر 12. أنا كان المتوقع أني أولد ب 24 شهر 12، بس بيوم 21 ساعة 12 بالليل، يعني أول ما طبق يوم 21 كان صار لي ساعتين أو ساعتين ونص نايمة، بسمع صوت بوب هيك ببطني، وما عرفت، يعني حسيت انه في شيء ببطني عمل هيدا الصوت. وطبعا انا متوقعه انه بدها تنزل مية الراس وهيك، بس ما كنت متخيله انه ما بعرف ليش ما كنت متخيله انه رح تصير، بس صارت. واول ما قمت وقفت حسيت انه في شيء نزل. طبعا ما كانت القش القويه مثل ما العالم بتشرح انه اوه واو مي كتير، بس كانت عم تنزل تدريجيا. فأنا هون صرت بمرحلة إني عم راقب حالي، ما كان في أي أوجاع، ما كان في أي عوارض، وكنت كتير جاهزة للولادة. طبعا مخلصة شنطة المستشفى، كل شيء تحضيرات كانت بدي. سألني حسين إذا بدي إنه نروح على المستشفى، بس طلبت إنه نضلنا بالبيت وأتواصل مع الدكتور قبل ما أعمل أي شيء. الدكتور سألتني إذا في أي أوجاع، إذا في أي شيء خطر أنا عم حس فيه، بس ما كان في عندي ولا أي عوارض. فقلت لها لا. قالت لي إذا بدك تجي فيك تجي هلا. قلت لها أنا بفضل ضلني بالبيت، إنه طول قد ما فيي بالبيت لحتى تكون فترة الدايليشن عم يتوسع على الرحم، كون انا مرتاحه ببيتي في حد كل شيء، ما كون بالمستشفى وبس هيك قاعده محبوسه ناطره. فقالت لي اوكي، بس بدك احكيني ودقي لي قبل ما بدك تجي. بهيدي اللحظه بلش يصير عندي contractions، طلقات ورا بعض ورا بعض ورا بعض وكتير قاسية. أول شي ما بلشت إنه تكون كتير قاسية، بس الفكرة إنه دايما كانوا ورا بعض. خلص صار وجع أنا عم حس فيه ما عم بيروح. يعني بتعرفوا عادة بيقولوا لكم الطلقات إنه يلا دقيقة، بعدين نص ساعة، بعدين طلقة، بعدين عرفتوا يعني بيقطع وقت بيناتهم وبعدين بيصيروا يقربوا أكتر وأكتر. أنا ما كان عم بيصير عندي هيدا الشي، أنا صار عم تجي الطلقة تروح 10 ثواني ترجع تجي، يعني ما كان في بريك ابدا. انا كنت قلت لحسين انه يكفي نومته لحتى ياخد طاقه ويقدر يكون موجود معي بغرفه الولاده وبالاكسبيرينس كله، لانه كان فايق من الساعه 4 قبل بيوم. فبعرف كتير منيح انه شخص هالقد تعبان وهالقد نعسان ما حيقدر يكون اتنتيف مثل ما انا كان بحب. فقلت له حسين نام قد ما فيك وهلا انا بفيقك، بس بدنا نروح على المستشفى. انا بهيدا الوقت فتت حضرت الشنط، حضرت الكار سيت، حطيت كل شيء على جنب، وانا هون عم بيصير عندي كونتراكشنز كل شوي، بس بوقف برتاح بقول اوكي يلا شوي سمول بريك، بعدين بكفي بجرب خلص قد ما فيي. اخذت الكاميرا، كنت مشارجه كل الباتريز، كان كل شيء جاهز. كنت جاهزه لدرجه انه زهقت وما عرفت شو بدي اعمل. يعني في وجع بس كمان بعدني قادره اتحمله، يعني مش رش لدرجه انه خلص بطلت قادره. كان وجع بعدني قادرة متحمله، مع انه هو كتير ورا بعض عم بيصير. قلت بدي قد ما فيي اخد ادفانتج للبريك اللي عم بتصير بين الطلقة والتانية. ففتت على التويلت، حطيت الكيرلر، بلشت خصلة 2 3، صارت الطلقات تقرب اكتر واكتر. رجعت تركتهم وقلت لا I don't think انه في كفي هون. ففيقت مام، فيقت حسين، اخذوا كل شيء الاغراض اللي كنت انا جهزتها ونزلنا على السياره. انا اول ما صرت بالسياره الحمد لله انه المستشفى ما بعيده كتير عن بيتي، هي تقريبا 7 دقائق ماكسيموم. اول ما وصلت على السياره صرت حس خلص انه ما بقى فيي اتحمل الوجع كتير قوي. بس يعني هلا يمكن لما بفكر فيه هلا ما بحسه قوي مثل ما كنت حسسته بوقتها. رحنا على المستشفى، اول ما وصلنا دغري اخذونا على سكشن الليبر اند ديليفري، وانا كنت طالبه انه حسين وماما يكونوا معي موجودين بغرفه الستيج 1 يلي هي غرفه اللي بتكونوا انتم فيها قبل ما تولدوا. بيكونوا عم توسع الرحم، بتكونوا
عم بتجهزوا حالكم للولادة. اوكي، هيدي الفترة عادة بتتراوح مدتها بين مثلا 3 ساعات 6 12، انه مدتها عادة طويلة. بعدين بس يصير الرحم 10 سنتي بتفوتوا على غرفة الولادة، او يمكن كمان تكون بنفس الغرفة، ماني متأكدة. بس انا كنت طالبة انه جوزي وماما يكونوا موجودين. كنت طالبة كمان اني اشرب واكل مثل ما انا بحب. كنت حابة انه يكون في قرآن على صوت واطي عم ينلعب بالخلفية. كنت حابة الاضاءة تكون واطية. وقلت لهم كمان مخطط انه رح نكون عم نصور لنخلي الذكرى لإلنا، فبليز ما تحركوا الكاميرا وما تاخدوها. وكمان كنت كاتبة انه بليز ما تعرضوا علي الابيدورال يلي هو ابرة الظهر الا اذا انا طلبتها منكم او سالتكم عنها. يعني انتم ما تسالوني، ما تفتحوا السيره معي. بالنسبه للمحلول اللي بحطوا لكم اياه مثل المصل، انا كنت طالبه سيلين لوك اونلي يلي هو بحطوا الابره، ما بعرف وين بحطوا الابره بعدين بسكروها وما بيتركوا لكم اياها الا اذا، يعني ما بيرجعوا بيشبكوها بالمصل الا اذا كنتوا بحاجتها. لانه كنت بحب اني ما اكون موصوله باي شيء، يعني ما كنت بدي يكون في علي قيود بالحركه، كنت حابه اني اكون فري وعم اتحرك كيف ما بدي. كمان كنت حاطه انه ما بيأثر استعمل بيرث بول يلي هي هيك وبتعملوا تمارين عليها، النيتروس اوكسايد يلي هو بعتقد مثل الغاز اللي بيضحك، يعني بتاخدوه هيك بتصيروا مثلا انتم عم يعني بخفف من الاوجاع. وكمان الهوت توب بيعتمدوا هون انه يكون في مثل بانيو هيك صغير فيه مي سخنه لحتى بخفف الاوجاع اللي انتم عم تحسوا فيها. اخر شغله هي limit vaginal exams او cervical checks unless necessary. كان بهمني كتير انه ما حدا يحركش. اوكي هيدا بالمختصر، ما بدي حدا يحركش او يعمل فحوصات مش ضرورية. هيدي الستيج 1 ليبر بلان اللي انا كنت حاطتها، كتبتها على هيدي الورقة. بس اللي صار رح خبركن شو صار. اللي صار معي انا انه اول ما وصلت على المستشفى وخبرتهم انه عم بصير معي وجع، دغري شبكوا هيدا بياخد الكونتراكشنز ليشوفوا كل قد ايه عم تجي الكونتراكشن. وانا كنت الطلقة عم تجي كل شوي، ما بعرف قد ايه بس كل شوي. فاجت الدكتور دغري عيطولها، ولما فحصت شافت انه انا في عندي توسع يلي هو 9.5 سنتي. يعني انا هالقد بعيدة عن انه بلش بالولادة، يعني انه ينزل البيبي، هالقد كنت بعيدة. جابوا كل المعدات، اجوا الدكتورز، اجوا النيرس. كان في بنت عم تعمل بسمون ريزيدنشلز، بتكون هي بدها تصير دكتور او هي عم تدرس طب، بتكون عم تعمل استاجات مثلا. انا ما كنت حابه انه يكون في ريزيدنشلز بقلب الاوضه، بس لما شفتها هيك حسيتها كتير لطيفه وكان الجو اصلا كتير حلو، فقلت يو نو وات ما بيأثر خليها تكون موجوده. ستيج 2 ليبر على الورقه ببلش بانه بدي ماما تترك الغرفه، بس apparently نحن فتنا وماما اوريدي موجوده بالغرفه. اوكي، انا كان بدي بس حسين يكون موجود معي بوقت البوشينج، اوكي، من وقت ما صرت 10 سم لوقت ما يجي البيبي. بس اللي صار انه ماما اوريدي كانت موجوده وكل شيء صار كتير بسرعه، اكثر من ما حتى انا هلا عم خبركم. ما كان اصلا في وقت لحتى نحكي او نخبر بعض شو بدنا. وجود ماما كان كمان كتير حلو، وكانت عم تمسك لي ايدي وعم تقول لي انه you can do it وحبيبتي وعم تدعي لي. وكمان حسين كان حدي، يعني بوث كانوا موجودين وهن يعني من اهم الاشخاص بحياتي، فكان كتير شيء مهم لإلي انه هن كانوا موجودين. بالنسبه ل حسين كنت طالبة انه حسين ما يكون ابدا موجود قدام، كان بدي اياه يكون بس ورا يعني حدي. هذا الشيء صار. طلبت انه يخبروني عن اي شيء عم بيعملوه قبل ما يعملوه، خاصة إذا أنا ما كنت بعرف ليه أو شو السبب أو شو الدواعي الطبية ورا. أنا بطلع على علي على المراية شو الدواعي الطبية ليه بدهم يعملوه قبل ما حتى يتنفذ. اوكي، طلبت منهم انه يساعدوني ايمتى اعمل بوش وايمتى اوقف. ايه يا مامي، ايه ماي لاف، ايه حبيبي، ايه.
كمان كنت طالبة انه يتجنبوا يستخدموا الفاكيوم اللي هو الشفاط اللي بيشفطوا فيه البيبي اذا صار اي شيء، تحديدا قبل ما يخبروني. يعني ما كان بدي اياهم يعملوا اي شغله قبل ما انا اكون عارفه فيها. وهون بهيدي المستشفيات كتير شاطرين بهالشغله، يعني مستحيل يعملوا شيء قبل ما يفسروا لكم شو هو وليش عم يعملوه وشو اسبابه. نو بيبي نو. ساعدوني بالرضاعة أول ما يطلع الولد، ودغري دغري كان بيهمني إنه يكون في سكين تو سكين كونتاكت مع البيبي. طالما ما في دواعي طبية بتدعي إنه البيبي ما يكون معي، يعني ياخدوه لأي سبب من الأسباب لا سمح الله، كنت بدي إنه دغري أعمل سكين تو سكين مع البيبي. بنرجع على ريكاب سريع. 12 نزلت مية الراس، 12:30 انا صرت بالمستشفى. وحده كانوا مجهزين الغرفه كلها من تخت البيبي اول ما بده يخلق، وين بدهم يحطوه، الاغراض تبع البيبي، اغراض الدكتور، قص مدري شو، كل هالقصص. وكنت انا الساعه 1 جاهزه لحتى to start pushing. يعني كل شيء صار بظرف ساعه كتير بسرعة، فمشان هيك ما كان في تصوير أبداً من وقتها لهيدي اللحظة. I'm pregnant! Not for long. هيدا هو كليب بغرفة الولادة. طلبت من مام إنه ذكرتها هيك، قلت يعني أنا عم ولد، بس قلت لها ماما شغلي الكاميرا، ما ضروري تحطيها علي، بس شغليها لحتى يضل في عندي اتليست مثلا ذكرى للبكوه تبع البيبي اول ما يخلق او هيك وات ايفر شو ما كان. ماما دورت الكاميرا وما دورتها علي، دورتها هيك. It was a nice journey. Yeah? Yeah. You would do it again? Yeah. Until we get to this. He only wants 2 babies. I'll try to convince him of 5. Oh wow. كنت انا ما بعرف ليه كنت هالقد مبسوطة، ما بعرف ليه، ما بعرف شو هو الشيء اللي كان ما عم بخليني احس بالوجع، ما بعرف ليه كنت قادرة to enjoy، إذا يمكن أصح التعبير، إني كنت مبسوطة بالشعور الوجع أو الطلقات. كانت كل طلقة عم تحسسني إنه يلا إنه أنا خطوة لقدام قريبة أكتر لإنه التقى بهيدا البيبي اللي صار له بجسمي 9 شهور. كنت كتير مرتاحة نفسيا، كنت ما في ستريس ابدا. بتذكر كان حسين عم بيعطيني قنينة مي فيها تلج، وكنت كتير مبسوطة بالمي. ما بعرف انه مي هي مي، بس كان كل شيء ماجيكال، كان كل شيء كتير حلو. I pushed تقريبا نص ساعة، البيبي خلق على الساعة 2، بس أنا ما حسيت حالي I pushed كتير، حسيت إنه الوقت كتير قطع بسرعة أكتر من ما بتخيل. وصارت 1:59 والبيبي إجا. I know I'm very shy on towels over You guys are amazing. You are amazing. شعور بس انه البيبي خلص صار معكم، عم تتعرفوا عليه لأول مرة بعد 9 شهور، انتوا بتحبوه بس ما بتعرفوا كيف شكله وشو هو، وكل التفاصيل عنه ما بتعرفوها وعم تتعرفوا عليه لأول مرة. بتكون هيدي دهشة لإلكم، كمان بتكونوا مصدومين انه انا عن جد like I did this، انه هيدا البيبي لإلي لأول مرة بالحياة. بس يكون واحد عن جديد بده يصير عنده بيبي، بحس انه هيدا شغلة كتير بفكر فيها وبضل مصدوم فيها على مدة شي شهر شهرين. انا لهلا بعدني بتطلع فيه كل الوقت، بقول you're mine you're mine baby. بتكونوا مبهورين بكل شيء، بتكونوا مبهورين بجسمكم قد ايه قادر يعمل اشياء انتم ما كنتم مخيلينها، بتكونوا مبهورين بقدرة ربنا على انه يطعمكم بيبي يكون لإلكم، تحبوه حب انتم ما بحياتكم متخيلين اصلا انه هيدا النوع من الحب موجود. يعني انا كنت دايما اقول انه نو واي، انه شو ام او شو ولد، انه اوكي انه عائله عادي. يعني ما بتكونوا اصلا عم تفكروا بالموضوع، بتفكروها هي ستراكشر بالحياه موجوده، انه في حدا عنده اولاد اوكي، بس ما بتكونوا ابدا قادرين حتى تتخيلوا شو هو نوع الشعور اللي بتختبروه باللحظه يلي بيخلق فيها البيبي. كنت مبسوطه بكل لحظه عم عيشها، بكل شخص كنت عم شوفه، كنت مصدومه. هيدا بالنسبة للإيموشنز اللي صارت. كنت كتير عم بشكر الله، ودعيت لكتير ناس بحياتي بحاجة دعاء. قد ما كنت حابة
يعني ما بدي اقولها بهيدا الشكل، ما بدي انفهم غلط، بس كنت حاسه حالي اقرب لربنا من اي وقت تاني بهيدا اليوم. لانه مش معقول قد ايه انسان ممكن يكون عنده نعم، او ممكن يكون الله يطعمه باشياء. يعني أنا مقدرة، بس قصدي إنه في ناس ممكن إنه يكون عندها كتير أشياء ومنا مقدرة. فأنا بطلع هيك وكنت عم بقول thank you God، وكنت عم بقول thank you لمام إنها موجودة، ولحسن إنه موجود، والدكتورز والنيرسز، وأو ماي جاد إنه هيدي عم تتعلم تصير دكتور، بكرة بدها تصير دكتور وتولد يعني it was magical. كان كل شيء عم بحس فيه هيك مثل كأنه أنا جنينة فيها ورود كتير ومبهورة، وعم بتطلع بكل الورود وعم بقول واو انه سبحان الله انه كل شيء كان باهرني. تخت المستشفى كيف بعلوه بوطوه كان باهر. يعني انا كنت بشوك، بس شوك كتير كيوت وسويت ومهضومة. اول شيء طبعا عطوني بيبي علي، وكنت قادرة اني طعميه مثل ما كان بدي، كنت قادرة اعمل سكين تو سكين مثل ما بدي. بالنسبة للثالث ستيج يلي هي البيبي كير، كل procedures او الاشياء اللي بدهم يعملوها للبيبي لما ياخذوه من السكن تو سكن تبعي، يعني بعد ساعه من بعد ما اكون انا خلصت الولاده، انه يكون حسين موجود معه فيها، يلي هي انه بدهم يلبسوه او بدهم يزنوه او يعملوا له فحص دم وات ايفر. كل هيدي الفحوصات كان بهمني انه حسين يكون موجود. كان بهمني كمان انه حسين يعمل 1 full hour of skin to skin مع البيبي، لانه بامن انه هيدا الشيء بيقرب من البيبي وبيه كتير، وبهمني كتير كمان الكونكشن تبع اثنيناتهم يكون قوي. فحبيت انه حسين يكون عنده شوي برايفسي او شوي هيك بيرسونال تايم مع البيبي. كنت حاطه شو هن الفاكسينات اللي بهمني انه البيبي يعملها بالمستشفى، وكنت حاطه انه بدي يكون نايمه بالمستشفى مع البيبي، لانه في كتير ناس قد ما بتكون ولادتها صعبه او بتكون تعبانه بتطلب انه البيبي ينام بالنيرسري يلي هي بيكون فيها باقي الاولاد. انا كنت طالبه انه البيبي يكون تخته بنفس الاوضه اللي انا تختي فيها. كنت طالبه انه اتس اوكي اذا بدنا نستعمل الباسيفاير يلي هي التتين، لانه ما عندي اي مشكله ضدها. وهيدا كل شيء بالنسبه للبيبي كير، وكل شيء تنفذ مثل ما انا بدي اياه بالضبط. فتنا على الغرفه. انا لهلا لحتى سحلي صور فيديو واحكي لكم شو عم يصير معنا. حسين نايم وانا ماني قادره احكي كتير لانه مسكرين مناخيري وما في استعمل الكلينكس، يعني متعب شوي الجو. مش رح ازعيمه، مش رح. عندي مي هون بس ما في اطاله. كل شي لهلا تمام الحمد لله. هلا حتصير الساعة 7، لازم فيق البيبي وجرب طعميه. واجوا هلا اخدوا الاوردر تبع الترويقة، سو بركي من بعد ما اكون خلصت طعميته باكل وبنام. I think فيي نام ساعتين لبين ما اضطر انه بدي طعميه من اول وجديد. ياي بده يبلش يبكي. وكان في عندي بالبيرث بلان اخر سكشن تحكي عن الفاينل ريكويستس. اول وحده انه انا هاي اول مره بكون بهمني يعرفوا هيدا الشيء لحتى يعرفوا انه ما بعرف انا شو عم بيصير قصص. يعني ما يتوقعوا مني انه ايه انا بعرف، لا ما بعرف شيء، ويحكوا لي عن كل شيء بالتفاصيل. تاني شغله انه اذا في شيء انا بهيدي الورقه طالبته وهو ما فيكم تعملوه بليز ليت مي نو قبل ما تلاقوا البديل من راسكم. ثالث شغله كنت طالبتها هي انه جوزي يبقى معي بالمستشفى كل فتره ما بعد الولاده، مع انه صار في مناوبه بين هو وبين ماما، بس انا كان هيدا الشيء يعني من بعد انا رجعت قررته، سو اتس اوكي. عم بحضر شوية تي في. هلا الساعة 10:30 والبيبي معي هون. ماما بقيت عندي بالغرفة وحسين راح على البيت لانه نومي ابدا منا مريحة، وحنحتاج انه حدا يكون نايم ومرتاح. وبكرة الصبح بيجي بيكون عنا يعني اخر اشياء بدنا نعملها للبيبي قبل ما
يعملوها ديسشارج ونروح على البيت. رابع شغله هي انه طلعوني من المستشفى اول ما اقدر، واول ما يكون كل فحوصاتنا انا والبيبي منيحه لحتى نطلع من المستشفى، لانه كان بهمني ابدا ما طول. كثير مبسوطه انه تجربتي بهيدي الولاده وبهالمستشفى ما كانت سيئه، كانت بالضبط مثل ما انا تخيلت، ويمكن احلى ب10 مرات. كل الستيجز كانوا كثير حلوين، حتى الستيج اللي هي بوشينج اللي هي اصعب مرحله انتم عم تجربوا تطلعوا البيبي، بتكونوا انتم بقمة الوجع، بس بيكون شعور كتير حلو. جربوا قد ما فيكن انجوي هيدا الفترة، لانه اول ما يطلع البيبي حتنسوا كل شيء، حتنسوا شو توجعتوا، حتنسوا شو قطع عليكم ب9 اشهر حمل. بس بتطلعوا هيك بوجهه للبيبي وبتقولوا انه شكرا لله على كل النعم يلي انتم عندكم اياها including هيدا البيبي، وانتم بتصيروا بتجربوا قد ما فيكن انه تحبوا كل شيء عندكم اياه وكل شيء عم بيصير معكم. طبعا تاني يوم كان البيبي تحمم، كان صار جاهز لحتى نروح نحن على البيت. صباح الخير، هيدا البيبي وهيدا الترويقة تبعي، كمان عندي orange juice. I'm just gonna check your wristband just to make sure. Yeah, the right baby with you. All right, perfect. Thank you. You're welcome. كم ساعة ومنفل على البيت. بيجوا ناصر وحسين وماهر بياخدونا، عم بيزبطوا الكار سيت وخبريات السيارة، اوتفيت البيبي، هولي كلهم تركتهم بقلب السيارة لأنه لما جيت كنت مستعجلة قد ما كان في وجع، قلت لهم هو كلهم اتركوهم بس خدوا ماي ستاف. هيدا الفاينل لوك. كنت بدي اسوي شعري بعد، بس بعتقد رح ننطر شوي لأنه ظهري نقص قسمين. هيك نشوف البيبي. مامي مامي يا روحي، يا قلبي قلبي قلبي، عم بيشخر. جابوا الكار سيت وغراض البيبي هلا بعد شوي من لبسه. اكيد كان في كذا واحد صراحه. ناطرك علوجي. Ready? مبسوطة انه تجربتي هالقد كانت حلوة وهالقد هيك ايموشنال بالنسبة لإلي اتليست، لانه حسيت انه ما كان في شيء لو برجع بالوقت وبغير اي شيء، ما كان في شيء ممكن غيره. مشان هيك كمان تمنيت انه كل العالم اللي حامل او عم بتولد او whatever انه يكون عندها experience كتير حلو مثل هيدا. It was magical بالنسبة لإلي، حتى بالرغم من الوجع اللي هو يحتمل obviously لأنه بعدني عايشة، بعدني هون. هو أبدا منه شيء أنتم ما حتقدروا تعملوه، لأنه ربنا بحط فيكم قوة تقدروا تتخطوا فيها كل شيء حتواجهوه. اوكي، سو ما في شيء خارج عن طاقتكم. الوجع موجود بس مش مثل ما العالم بتشخصه. يمكن في ناس تتوجع اكثر او بتكون تجربتها مختلفة طبعا، بس لانه ما حتعرفوا كيف حتكون تجربتكم الا لتجربوها. انا بقول انه الواحد عن جد يفوت على هيدا الاكسبيرينس يكون اكسايتد، يكون ما عنده ستريس، منه قلقان من اي شيء، ويسلم امره ويشوف انه كيف الامور بتمشي ويتصرف مع الاشياء اللي عم بتصير معه اول باول. يعني ما تسبقوا على حالكم بالستريس او هيدا القلق اللي ما نكون مضطرين عليه، لانه بالاخر رح تتعرفوا على البيبي تبعولكم وحتصير حياتكم مختلفة forever للاحسن طبعا. غير كتير قصص فيي وبحياتي اليومية طبعا. بتمنى اي شخص pregnant يكون عنده تجربة ولادة مريحة وتكون ضل ذكرى حلوة بحياتكم وما تكون ذكرى بشعة، او الله يعوضكم باي تجربة صعبة انتم مرقتوا فيها بتجربة اسهل المرة الجاية ان شاء الله. وهلا لانه صار وقت البيبي ياكل بعد في 10 دقايق رح سكر انا الفيديو هون. ما تنسوا تعملوا اشتراك للقناة، تعملوا لايك للفيديو، تابعوني على قناتي وقناتنا العائلية، وكمان اتركوا لي تعليق وقولوا لي فيه مبروك. Thank you guys.
شو كيف انا بختم الفيديو تبعولتي. وهلا بما انه وصلنا لاخر بارت من هيدا الفيديو, thank you so much for watching and thank you for being here.